ازيكم يا جماعه. زي ما بيحصل كل سنه، ابل اعلنت عن اول شويه مميزات جديده هتيجي مع اي او اس 19 اللي نازل السنه دي. وزي كل سنه ابل بتبدا الاعلان بمميزات تسهيلات الاستخدام، اللي هي دي اسمها تسهيلات الاستخدام، اللي احنا ساعات بنحتاجها، وفي مميزات كتيره نستعين بيها عن طريق تسهيلات الاستخدام. بس لسه ما اتكلموش عن الاجهزه اللي هتدعم النظام. من التسريبات اللي سمعناها ان متوقع الاجهزه اللي هتدعم في اي او اس 19 ايفون 11 واللي بعده، يعني لغايه ايفون 17. يعني اجهزه اكس ار واكس اس واكس اس ماكس ممكن تخرج بره الدعم، بس لسه مش مؤكد، وهنعرف ده كله يوم 9 في شهر 6 اللي جاي في مؤتمر الدبليو دبليو دي. اول حاجه لو دخلنا الاب ستور زي ما احنا شايفين دلوقتي، ان هو بيوضح لك البيانات اللي بيستخدمها النظام او التطبيق عنك، زي اللوكيشن، المدفوعات، الداتا، الكلام ده كله. الميزه الجديده بقى اللي هتنزل، ابل هتضيف ان انت تقدر تشوف المميزات اللي هتضاف، زي الترجمه، تقليل الحركه او قراءه الشاشه، والمميزات او الفايبريشن او الكلام ده كله. يعني المميزات البسيطه دي هتبقى معروفه قبل ما تنزل التطبيق، ان المميزات دي التطبيق هيقدر يوصل ليها. كمان يحصل تحديث على الابل كار بلاي، زي انك تغير حجم الخط وكمان تخليه عريض او بولد. يعني ميزه الابل كار بلاي دي، اما بتوصل التليفون بتاعك بالعربيه بتاعتك، فتقدر دلوقتي تغير حجم الخط وتخليه عريض او بولد. يعني كمان ميزه التعرف على الاصوات هتكون من ضمن مميزات الابل كار بلاي. الميزه دي مثلا لو طفل بيعيط او في صفاره اسعاف او الكلام ده كله، او كلاكس جنبك او الكلام ده كله، يقدر عن طريق ميزه الكار بلاي يتعرف على الاصوات دي ويديك تنبيهات. وكمان لو بتدوخ من حركه العربيه، تقدر دلوقتي تخصص شكل النقاط اللي بتظهر على الشاشه عشان تقلل الدوخ. طبعا عارفين الميزه دي اول مره نزلت في اي او اس 18. اللي هي الميزه دي، اما بتتحرك بالعربيه تلاقي النقاط دي بتتحرك معاك بنفس اتجاه العربيه، لو بترجع لورا بترجع معاك، لو بتتحرك يمين بتيجي يمين، لو بتتحرك شمال بتيجي شمال. فالميزه دي تقدر تخصص بقى عدد النقاط وتحدد النقاط تبقى فين، وتقدر تتحكم فيها بشكل اكبر. بالنسبة للأصوات اللي بتشتغل في الخلفية، زي ما احنا عارفين إن آبل نزلت مجموعة أصوات بتشتغل في الخلفية في تحديثات اي او اس 18. دلوقتي تقدر تعدل على الأصوات دي بميزة اسمها إعداد الاي كيو، والميزة دي بتخليك تخصص الأصوات وتقدر تعدل عليها أكتر كمان، وتحدد وقت معين للصوت يفصل فيه لما تنام مثلا. دي ميزة تانية. بس ميزة الاي كيو عامة هي ميزة، يعني اديك بس لمحه عن الميزه دي لو انت ما عندكش فكره عنها. زي ميزه الاي كيو اللي في تطبيق الموسيقى، الميزه دي تقدر تغير شكل او اعدادات الموسيقى، تخليه ديب او باز او راب والكلام ده كله. يعني ميزه يعني مش عارف في منكم بيستخدمها ولا لا، بس تقدر يعني تعدل من اصوات اللي في الخلفيه، تقدر تعدل على الاصوات بتاعتها عن طريق ميزه الاي كيو دي. كمان ميزه الميوزك هابتكس، الميزه دي كانت بتشتغل على تطبيق الموسيقى زي ما انت شايف كده. الميزه دي اتضاف برضو فيها تعديلات، ان انت بتخلي الايفون يعمل فايبريشن مع الاغاني. يعني عارف اما بتشغل نغمه الرنين او الموبايل بيرن، بتلاقي الفايبريشن مع النغمه بيبقى فيه تناغم مع بعض. الفايبريشن بيعمل اهتزاز جميل كده مع نغمه التليفون نفسه. نفس الفكره لما بتشغل اغنيه على تطبيق الابل ميوزك، بيحصل نفس الفايبريشن مع الموسيقى اللي انت بتشغلها على حسب الموسيقى بقى والمغني وسيستم الاغنيه نفسه والموسيقى بتاعته. فهو دلوقتي يقدر، كان في الاول ان انت بتشغل الموسيقى او الاغنيه فبيشتغل مع صوت المغني وصوت الموسيقى، دلوقتي تقدر تخلي الفايبريشن ده يشتغل مع الموسيقى بس زي الباز والكلام ده كله، او يشتغل مع المغني بس، يعني صوت المغني ومن غير الموسيقى، او تخلي الاتنين مع بعض زي دلوقتي عادي. معرفش هيقدروا يدعموا تطبيقات تانية بعيدا عن تطبيق الميوزك بتاع ابل، لسه ما نعرفش الكلام ده كله، بس هي دي ميزه اللي هتضاف برضه في اي او اس 19. كمان الفويس كنترول اللي هو التحكم الصوتي هيضاف للغه العربيه اخيرا، هيدعم اللغه العربيه ميزه الفويس كنترول اللي هو التحكم الصوتي. كمان تطبيق ميجنافير هيتضاف ليه ميزه جديده لذوي الاحتياجات عشان يسهل لك القراءه، عشان الناس يعني اللي بتقرا عندها مشاكل في القراءه مثلا، سواء من ورقه او اي حاجه، تقدر عن طريق الكاميرا تصور اي حاجه. تقدر بقى الكلام اللي موجود في الورقه او اي مستند موجود عن طريق تصوير الكاميرا، تقدر تغير في الخط بتاعه، تقدر تغير في حجم النص، تقدر تغير في لون النص نفسه بعيدا عن المستند اللي انت صورته بالكاميرا. فالتطبيق ده، عن طريق التطبيق ده، تقدر تعمل الكلام ده كله بكل سهوله. كمان ميزه الصوت الشخصي، عارفين الميزه دي لو شغلناها كده بتطلب منك جمل كتيره جدا
هيطلب منك كمية جمل كبيرة فوق ال 200 جملة. فدلوقتي عشان الاختصار ده يشتغل او الميزة دي تشتغل، الميزة دي باختصار عبارة عن ايه؟ ان هي بتسجل كمية جمل عنك بصوتك انت، عشان تقدر او الايفون يقدر يتعرف على الصوت بتاعك ويعمل صوت باسمك انت ويبقى نفس صوتك الاصلي. بس ابل حدثت الميزه دي، بدل ما هو بيطلب فوق ال 200 جمله دلوقتي 10 جمل بس، وهيستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يقدر يعمل نسخه من صوتك الطبيعي، والايفون كده هيبقى عنده نسخه من صوتك انت، وتقدر تستعمله في سيري او في اي برنامج او في اي حاجه عن طريق صوتك انت الاصلي. كمان ميزه الوصول والمساعده هيتضاف ليها تطبيق التلفزيون، وهي الميزه دي انت تقدر تضيف تطبيق الوصول للتلفزيون عشان يخلي حجم الخط كبير. والميزه دي لذوي الاحتياجات وبالاخص الاعاقات الذهنيه، تقدر تخلي الايفون يبقى اكبر واسهل في الاستخدام من حيث بقى الايقونات والكلام ده كله، تلاقي الحجم كبير جدا على حسب الاعداد اللي انت عايز تعمله. كمان ميزه برايل، وهي للناس المكفوفين، ربنا يحفظنا ويحفظكم ويشفيهم. الميزه دي عن طريق ان هي مثلا بتبقى اللوحه برايل دي اصلا للناس دي، ان انت لما بتيجي بيبقى فيه مستند كده، المستند ده بيبقى فيه بروز او مثلا 3 نقط ونقطه تحت كده، اما بيجي يحسس عليهم بيعرف ان الكلمه دي اسمها ايه، او الحرف ده مثلا ده حرف الالف، عن طريق ان هو بيمشي على 3 نقط ونقطه تحت كده ده حرف الالف مثلا. فالميزه دي هتبقى موجوده في الايفون. الميزه دي لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه زي ما قلت لكم، هتخليك تستخدم الايفون كلوحه برايل، اللي هو يعمل كده تقدر تكتب بيها وتفتح بيها ملفات برايل، وكمان هتدعم الترجمه، يعني تقدر تعمل كل حاجه نفس اللي لوحه برايل بتعمله في الارض الواقع، هتكون متوفره في الايفون. معرفش بقى تدعم اللغات المعينه ولا لا، بس هي ميزه برايل هتتوفر لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه اللي قلت لك عليهم. ودي ميزه هتبقى جميله جدا وكويسه قوي لاصحاب المكفوفين، هيقدروا يتعاملوا مع الايفون بكل سهوله. ميزه اللايف كابشنز، الميزه دي بتظهر لك النص على اي فيديو شغال او اي صوت، زي ما انا بتكلم كده مثلا لو شغل في الصور فيديو معين هتلاقي بيظهر لك الكلام اللي بيتقال في الفيديو، نفس الميزه اللي موجوده في اليوتيوب، لو بتشغلها بتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده بتلاقيه بيتكتب تحت. فالميزه دي نفس الكلام هتحصل في الايفون، او بتستخدم الفيس تايم وبتكلمه فيديو هتلاقي الميزه دي شغاله معاك، او حتى لو في صوت فويس مثلا او الكلام ده كله هتلاقي الميزه دي بتشتغل معاك وتوفر لك النص ده. معرفش بتدعم اللغه العربيه ولا لا، يعني لو حد بيتكلم عربي النص هيظهر بالعربي ولا لا. تقريبا لسه مدعومه باللغه الاجنبيه عشان لسه متوفره، فعقبال ما يدعم اللغه العربيه اكيد محتاجه وقت شويه. وكمان في اختصار جديد باسم احتفظ هذه الفكره. الاختصار ده بيقدر يعمل ايه بقى؟ الاختصار ده بيسجل لك انت كنت بتعمل ايه وقت ما اتقطعت او اتشتت او سبت موبايل عامه، فاما بتيجي ترجع بيفكرك انت كنت بتعمل ايه في التليفون او اخر حاجه كنت بتعملها ايه. والاختصار ده هيكون متوفر في iOS 19. كل ده هيكون في iOS 19، ومعاها هنشوف تغيير كبير في الشكل زي ما احنا عارفين الايقونات الشكل الاساسي بتاع iOS 19 اللي شرحناه وقلنا تسريباته اكتر من مره، والشكل النهائي بتاعه تقريبا بنسبه 80% هيكون هو ده، وكمان طريقه التعامل مع النظام الجديد. بس الكلام ده هنشوفه طبعا في مؤتمر WWDC، مؤتمر ابل للمطورين، يوم 9 في شهر 6، اللي هو خلاص ناقص 3 اسابيع على المؤتمر. قول لي تحت في الكومنتات ايه اكتر ميزه عجبتك، ولو بتستخدم يعني قول لي كده انت بتستخدم المميزات دي اللي هي بتاعت تسهيلات الاستخدام ولا لا. لو بتستخدمها قول لي تحت ايه اكتر ميزه عجبتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.